قبل ما نبدأ ما تنساش يا حبيب أخوك تعمل لايك للفيديو لأنه بيفرق في انتشار الفيديو كتير. فيلمنا بيبدأ من داخل أحد مصانع الملابس الجاهزة، وبيكون الوقت متأخر بالليل، وبنشوف مدير المكان واللي اسمه بول بيكلم ابنه مارتن عشان يطمن عليه هو ووالدته، وبيقول له مارتن إن والدتي طول الوقت بشوفها بتتكلم مع حد مش موجود في الحقيقة، وإن حالتها بقت صعبة جدا، وبنعرف إن والدته اسمها صوفي، وبيقول له والده إنه قدامه ساعة ويتحرك من هنا، وإن شاء الله والدته هتبقى أحسن، وبينهي المكالمة على كده، وبنشوفه بيفتح ملف طبي باسم صوفي، وبنعرف إنها كانت بتتعالج من فترة في مستشفى في كاليفورنيا. وبعد شوية بتوصل إستر المسؤولة عن المكان، وبتسأله إذا كان عايز منها حاجة قبل ما تمشي، وبيطلب منها بول إنها تطفي الأنوار وبعدها تمشي. وفي الوقت اللي بتدون فيه إستر ملاحظاتها على شغل اليوم، فجأة النور بيطفي عليها، ولما بتولعه بإيديها بنشوف إن في شيء اتحرك ناحية الملابس المتعلقة قدامها، لكنها مش بتاخد بالها منه. وبعدها بتروح إستر عشان تطفي أنوار المكان، ولكن فجأة بتشوف خيال لشخص واقف في الضلمة، وبتولع النور عشان تتأكد فبتلاقيه اختفى. ولما بترجع تطفيه تاني بيظهر الخيال ده تاني قدامها، وبتترعب إستر من اللي شافته وبترجع جري لبول، واللي بيكون معاه تليفون من مارتن ابنه، وبتقول له إستر إنها شافت شيء موجود في الأوضة اللي جوه. ولما بيسألها إيه اللي تقصده بإنها شافت شيء، فبتقول له إنها كانت بتتخيل مش أكتر، وبتأكد عليه إنه ياخد باله من نفسه وهو خارج. وبنشوف صورة ليه في مكتبه، ليه هو وابنه وصوفي زوجته، وفي طريقه عشان يخرج من المكان فجأة بيسمع صوت جه من الأوضة اللي كانت فيه إستر من شوية، فبيرجع بول عشان يشوف فيه إيه، ولكن فجأة بيلاقي شيل على هيئة شخص واقف في الضلمة، فبينده لها وبيكون فاكرها إستر، لكنها مش بترد عليه. وبعدها بيطفي النور عليه فبيشغله بإشارة من إيده، وبعدها بيحس بالخوف فبيجري عشان يلحق يخرج، ولكن الشيء ده بيظهر له قدامه تاني في الضلمة، بس بيكون أصابه في رجله، والمرة دي بيفضل يقرب منه لحد لما بيكون واقف قدامه، بس بيلاحظ بول إنه مش بيقدر يتخطى المربع اللي فيه النور، فعشان كده بيجري بول على المكتب بتاعه وبيولع النور وبيمسك مضرب البيسبول بتاعه عشان يكون مستعد لأي شيء. وفجأة النور بيقطع عليه مرة واحدة وبيتسحب لفوق، وبعد شوية بنشوفه ظهر تاني وهو غرقان في دمه. وبعد مرور فترة على الحادث بنروح لمارتن اللي بيقوم مفزوع على صوت بره أوضته، وبيكون مرعوب جدا لما بيلاقي الباب بتاع أوضته اتفتح لوحده، وبعدها بيخرج بره الأوضة عشان يشوف الصوت جاي منين، فبيسمع صوت والدته بتتكلم مع حد في الضلمة، وبيحاول إنه يشوف الشخص ده لكن ما بيكونش ليه أي وجود قدامه. ولكن فجأة بتقف والدته عن الكلام وبتطلب منه يرجع أوضته، وبيسمع حد بيقول له إحنا آسفين إن كلامنا أيقظك من نومك. وساعتها بيخرج مارتن من الأوضة واحدة واحدة، وبيقف تاني عشان يلتفت ويشوف والدته، ولكنه فجأة بيشوف إيدين شيء مرعب ظهرت من وراه، وده بيخلي مارتن بيجري من الرعب على أوضته ويقفل الباب وراه. وبيفضل مارتن متابع الباب بتاع أوضته وعينه عليه، وبيشوف إن أكرة الباب عمالة تتهز وتتحرك وكأن حد بيحاول يفتح عليه الباب، وده بيخلي مارتن ميت من الرعب طول الليل. وتاني يوم الصبح بنشوف مارتن بيتعمل له استدعاء ولي أمر بسبب نومه المتكرر في الفصل، وبتوصل بيكا أخته بعد ما طلبوها على التليفون، وبتقول لها إيما المصححة الاجتماعية اللي عينتها المدرسة من يوم وفاة والد مارتن إن مارتن بيعاني من قلة النوم في البيت، وبتقول لها بيكا إنها مش عايشة معاهم في البيت، وإن والدتها بتعاني من اكتئاب حاد وبتمشي بالعلاج، وعشان كده بتفهم إيما ليه مارتن طلب منهم يكلموا أخته بدل والدته. وبتاخد بيكا مارتن من المدرسة وبتمشي، وأول ما بيوصلوا البيت بيطلب مارتن من أخته إنه يبات معاها الليلة دي عشان يقدر ينام كويس، ولكنها بترفض في الأول وتوافق بعدها. وقبل ما تدخل لبيت والدتها بتسأل بيكا مارتن عن الشخص اللي قال إن والدته بتفضل تتكلم معاه طول اليوم، فبيقول لها صديقة والدتها الجديدة اللي اسمها ديانا، وساعتها بتتسمر بيكا لما بتسمع الاسم، وبتلتفت بيكا عشان تتأكد من اللي سمعته من مارتن، وبيأكد عليها نفس الكلام اللي قاله، وبتقول له إنها وهي صغيرة لما والدهم سابهم ومشي كان بيحصل لها نفس الكلام ده. وبعدها بتفتح والدتهم الباب وبيدخل مارتن عشان ياخد هدومه من البيت، وبيكا بتشد مع والدتها عشان والدتها بطلت تاخد دواء الاكتئاب بتاعها أو حتى تعرض نفسها على دكتور تاني. وبنرجع لمارتن واللي فجأة بيسمع صوت باب الحمام اللي جنب أوضته اتفتح لوحده لكنه مهتمش، ولكن وهو خارج بياخده الفضول إنه يبص عليه، ولكن فجأة وبيظهر الشيء ده وبيرعبه، واللي بنعرف إن اسمها ديانا. وبتحاول صوفي والدته إنها تحاول مع بيكا عشان تسيب مارتن وما تاخدهوش يعيش معاها، ولكن بيكا مش بتسمع لها كلام، وبتقول لها لما تاخد علاجها وتبطل الهلاوس اللي بتعملها هترجع له مارتن تاني. وبنشوف صديق بيكا واللي اسمه روبرت وبيتهمها إنها أخدت مارتن علشان تنتقم من والدتها، ولكنها بتقول له إنه مش فاهم حاجة
ولازم يمشي دلوقتي. وبالليل بنشوف بيكا نايمة على السرير، وفجأة بتصحى على صوت بيجي من بره الأوضة بتاعتها، ولما بتقوم وبتبص لبره بتشوف في الضلمة خيال شخص واقف عند الباب، وبتكون فاكراه مارتن. لكن أول ما النور بينور الخيال ده بيختفي، وبتترعب بيكا من الخوف. ولما النور بيطفي تاني بتتأكد من وجود الخيال معاها في الأوضة، وفجأة بيهجم عليها الشيء ده، ولكنها بتجري على أزرار النور وبتولعه وبيختفي الخيال ده في النور. وبيكا بتكون في حالة صدمة وبتسمع صوت جاي من الحمام، وبترفع الستارة بتلاقيه مارتن نايم في البانيو. وتاني يوم الصبح بتوصل إيما المصححة الاجتماعية لحالة مارتن، وبتعرف بيكا إن ما ينفعش تاخد مارتن يعيش معاها إلا بموافقة والدته، لأن والدته هي الوصية عليه. وبتعرفها إن والدتها اشتكت إنك أخدتي مارتن غصبا عنها، فبتقولها بيكا إن والدته بتعاني من مشاكل نفسية ومارتن مش هيكون في أمان معاها. ولكن بتقولها إيما إنها تقدر ترفع دعوة وتثبت فيها إن والدته مريضة، وساعتها تقدر تكون هي المسؤولة عن مارتن. وبعدها بتاخد إيما مارتن وبتمشي. وبعدها بتلاحظ بيكا وجود خربشة على الأرض تحت السجادة، فبترفع السجادة وبتلاقي إن الخربشة دي هي اسم ديانا. وساعتها بتفتكر اللي حصل لها مع ديانا وهي صغيرة لما كانت بترسم رسمة ليها هي ووالدها ووالدتها، وفجأة سمعت صوت حركة حواليها، ولما بتبص وراها مش بتلاقي حد، وفجأة بتلاقي رسمتها اختفت. وبتلاقي فجأة باب الخزانة بتاعتها اتفتح لوحده، فبتقرب منه وبتولع النور، وفجأة بتلاقي رسمتها وقعت على الأرض. بتلاقي إن الرسمة بتاعتها فيها اختلاف عن اللي كانت رسمته، وبتشوف وسط الرسمة إن في رسمة لشخصية بينها وبين والدتها ومكتوب عليها من فوق ديانا، وبتتصل بصديقها روبرت وبتطلب مساعدته، لكنه بيكون منفعل جدا وزعلان عشان طردته امبارح، ولكنها بتقوله إنه هيفهم كل حاجة في وقتها. وبتاخده وبتروح على بيت والدتها، وهناك بتفضل تخبط على الباب لكن محدش بيرد، فبتاخد المفتاح اللي كانت محتفظة بيه في قصرية الزرع وبتفتح الباب وبتدخل البيت، وبيوزعوا نفسهم عشان يلاقوا والدتها. وبتطلع بيكا الدور اللي فوق وبتدخل أوضة من الأوض، وبتلاقي إنه سلك الكهرباء بتاع الكشاف مقطوع، وبتعرف إن ده مكان نوم مارتن. وبتلاقي صورة على الحيطة لوالدتها وهي صغيرة ومعاها بنت تانية في الصورة، ومكتوب على ظهر الصورة صوفيا وديانا من مستشفى هيلارونا بكاليفورنيا. وبعدها بتفتح بيكا صندوق خاص بأوراق والدتها، وبتلاقي فيه تسجيل للمستشفى اللي كانت فيها صوفي وديانا. وبنسمع في التسجيل إن الدكتور بيقول إن المريضة رقم 83 بتعاني من مرض جلدي نادر بيخليها عندها حساسية من الإضاءة واسمها ديانا. وبيقول الدكتور إن مؤخرا ديانا بقى عندها هوس بمريضة تانية في قسم تاني واسمها صوفي. ولما بيواجهها الدكتور وبيقول لها إن علاقتها بالمريضة صوفي أثرت عليها، وبعد ما كانت صوفي في طريقها للشفاء حالتها رجعت تتدهور تاني. وبعدها بيعملوا اختبار لديانا وبيربطوها في الكرسي وبتتعرض لإضاءة 1200 واط. وبعدها بنشوف في الصور إن النتيجة أظهرت وفاة ديانا من شدة الإضاءة. وبعدها بتجري على الأوضة بتاعتها وبتشوف الرسمة بتاعتها القديمة، وفجأة باب الأوضة بيتقفل وبتسمع صوت بيقول لها ابتعدي يا بيكا وما تقفيش بيني وبين صوفيا تاني. وفجأة وبنشوف إن ديانا ظهرت في المكان وبتخنق بيكا من رقبتها، وبتفضل بيكا تنده على صديقها روبرت، وبيفتح الباب عليها وبتختفي ديانا. وبعدها بيخرجوا بره البيت، وبيكون مع روبرت الصندوق اللي فيه أوراق تخص حالة والدتها وديانا، وبتقول له بيكا إن ده الدليل على وجود شبح ديانا. وبيقرروا يروحوا على بيتهم القديم، وفي البيت القديم بنشوف صوفي بتقول له مارتن إنها عارفة إنها كانت مقصرة في حقه الفترة اللي فاتت، وبتوعده إننا النهاردة هنسهر سهرة جميلة مع بعض إحنا التلاتة. وبيتصدم مارتن من كلام والدته وبيقول لها يا ريت نكون إحنا الاتنين بس، فبتقول له والدته بالليل هنشوف. وبالليل بتقرر صوفي إنها تحكي لمارتن عن ديانا، وبتقول له إن زمان كان ليها صديقة اسمها ديانا، ولكن مارتن كان تركيزه إنه يقوم يولع النور عشان عارف اللي هيحصل في الضلمة. وبتكمل كلامها وبتقول له إن ديانا كانت بنت كويسة وما أذتش حد، وإنها هترجع تعيش معانا هنا بس من غير أي أنوار. ولكن فجأة بتظهر ديانا وبتمسك مارتن من رأسه، ومن الرعب مارتن بيحاول يتخلص منها وبيجري على النور وبيولعه. وديانا بتضطر إنها تضرب صوفي وبترميها من على الكنبة. وبيخرج مارتن من البيت وبيروح على بيت أخته بيكا، وبعد ما بيحكي لها على اللي حصل بيقول لها إن ديانا حقيقية وإنها حاولت تلمسه. وبعدها بترد عليه بيكا وبتحكي له قصة ديانا من أولها، وبتقول له إن والدك كان بيجري أبحاث على ديانا وعلاقتها بأمنا،
وإن ديانا عثر عليها مربوطة في قبو بيتهم وكان عندها 13 سنة بعد ما كان حاجزها والدها لأنها كانت بتتلاعب بعقله. وبعدها توفى والدها واتنقلت للمستشفى، وظهر عنها كلام كتير إنها بتتلاعب بعقل اللي قدامها، وقدرت تسيطر على عقل والدتنا في الوقت ده لما كانوا في نفس المستشفى، وإنهم عملوا عليها تجارب كتير لأنها كانت بتخشى الجلوس في الضوء، ولكن كانت النتيجة إنها توفت. وإن والدتنا هي الشيء الوحيد اللي بتحاول صوفي من خلاله إنها ترجع للحياة تاني. وفي الوقت اللي هم بيتكلموا فيه فجأة بيسمعوا صوت الباب بيخبط، فبتكون فاكرة بيكا إن اللي على الباب ده روبرت وجايب لهم الغدا، ولما بتفتح الباب مش بتلاقي حد بره، وبتسمع تاني صوت خبط الباب لكنه بيكون الباب بتاع الخزانة اللي جوه. وبتبعد مارتن من قدام الباب وبتقرب عشان تفتح الباب، وبتولع نور الخزانة، ولما بتفتح الباب مش بتلاقي حاجة، ولكن فجأة وبيتسحب مارتن لتحت السرير وبتلحقه بيكا وبتقدر تخلصه من ايديها. وبعدها بتروح هي ومارتن وروبرت على بيت والدتها وبتطلب منها انها تفسر لها ازاي ديانا توفت بعد الصورة اللي خدوها مع بعض ايام ما كانت في المستشفى، ولكنها بترفض ترد عليها. فبتحاول بيكا تاخد مارتن وتمشي، ولكن مارتن بيرفض انه يمشي معاها وبيقول لها انه ما يقدرش يتخلى عن والدته في الظرف اللي هي فيها. فبتقرر بيكا وروبرت يقعدوا معاهم في البيت، ولكنهم بياخدوا احتياطاتهم وبيشيلوا الستاير وبيولعوا الأنوار وبيأيدوا شمع كتير وبيحضروا كشافات بزيادة. وبعد شوية بتلاحظ بيكا إن في أوضة مقفول بابها، ولما بتحاول تفتحه ما بيتفتحش، فما بتهتمش وبتمشي. وبيطلب منها مارتن إنها تنام جنبه النهاردة، فبترجع تطمن على روبرت وتشوف والدتها، فبتخبط على باب أوضتها، ولكن والدتها مش بترد عليها من أول مرة، وبتعرفها إنها هتبات معاها النهاردة في البيت. فبتفتح الباب وبتكون حالتها صعبة جدا، وبتاخدها بالحضن وبتسيبها وبتقفل الباب. وبنعرف إنها سابت لها ورقة في إيديها وبتطلب منها إنها تساعدها. فبتدخل الحمام عشان تشوف أدويتها لكنها مش بتلاقيها، فبترجع تاني للسرير. وبعد شوية الكهرباء بتفصل، فبتقوم مفزوعة من النوم وبتحاول تشغل الكشاف بتاعها، وبتخرج تطمن على روبرت لكنها مش بتلاقيه موجود. فبتفتكر إنه نزل للبدروم زي ما وعدته من شوية إنهم هيتقابلوا هناك، ولكن بنشوف إن روبرت نزل لحديقة البيت عشان يشوف الكهرباء. وبتنزل بيكا البدروم تدور على روبرت، وفي نفس الوقت ده بيصحى مارتن مفزوع لما بيلاقي الكهرباء قطعة، فبياخد الشمعة بتاعته وبيخرج لبره، ولما بيلتفت بتختفي منه، ولكن فجأة وبتسحبه من رجليه وبتخرج بيه بره الأوضة، ولكن بيوجه النور ناحيتها فبتختفي وبتقفل باب الأوضة عليها. وبينزل للقبو عشان يقابل بيكا وبيعرفها اللي حصل معاه، وبينبهه عليها ما تسيبوش تاني أبدا مهما حصل. وبعدها بتوصل ديانا وبتقفل عليهم باب البدروم، وبكده بتوصل ديانا للي هي عايزاه، وإنها تستفرد بصوفي لوحدهم وعن طريقها تقدر ترجع للحياة تاني. وبيسمع روبرت صوت استغاثة مارتن وبيكا من البدروم، وبيحاول يفتح لهم الباب ولكنه بيسمع صوت حركة حد في المكان، فبيوجه الكشاف بتاعه الناحية التانية مش بيلاقي حد، وبيرجع عشان يحاول يفتح الباب. فبتظهر ديانا في الضلمة وبتقرب من روبرت، وبتحس بيكا بالخطر اللي فيه روبرت، عشان كده بتطلب منه إنه لازم يفضل في النور ويبعد بعيد عن الضلمة، ولكن بتقدر ديانا تتمكن منه وبترميه بعيد عن الباب، وبيشغل نور تليفونه فبتختفي على طول. وبيفضل روبرت مرعوب من ديانا، وأول ما تليفونه بيطفي بتظهر ديانا وبتضربه تاني، لكنه بيفلت منها وبيقدر يخرج بره البيت، وبيحاول يلحق يركب عربيته. وفجأة بتمسكه ديانا تاني، وقبل ما تأذيه بيشغل نور عربيته فبتختفي ديانا وبيركب عربيته وبيهرب من المكان. وبنرجع لبيكا ومارتن اللي الكشاف بتاعهم بتخلص بطاريته، وبتحاول بيكا تتصرف فبتشغل الدفاية وبتحاول تخلي المكان كله إضاءة. وبنروح لصوفي اللي بتخرج من أوضتها عشان تطمن على أولادها، ولكن بتوصل ديانا وبتتكلم معاها صوفي وبتقول لها أنا حذرتك إنك تقربي من أولادي، ولكن ديانا بترفض كلامها. فبتقرر صوفي إنها تاخد من علاجها اللي كانت وقفته من فترة، ولكن ديانا بتلحقها وبتضربها قبل ما تاخد منه، لأن الدواء ده هيخلي ديانا ما يبقاش ليها سيطرة على صوفي.
وبنشوف إن بيكا عثرت على كشاف ذات الأشعة فوق البنفسجية، وبتطلب من مارتن إنه يقعد جنب الدفاية لحد ما تكمل بحث على مخرج من البدروم، وبعدها ترجع له. وأثناء ما بتبحث عن مخرج بتشوف آثار لإيدين شخص في المكان، وبعدها بتقدر تشوف رسالة كتبتها ديانا على الحيطة، وبتقول فيها إنهم حبسوها هنا عشان يبعدوها عن صوفي، بالظبط زي ما عمل والدها وحبسها في البدروم. وبنشوف كل المانيكان اللي في المكان متكسر، وفجأة بتظهر ديانا وبتحاول إنها تهرب منها بيكا، ولكن الضوء الأزرق مش بيأذي ديانا. وبيوصل مارتن في الوقت المناسب بضوء الكشاف وبيحرقها في ايديها، وبيكا بتعرف مارتن ان الضوء الازرق بيمنع ريبيكا من الاختفاء، ولو استعملناه مع الضوء العادي هنقدر نقضي على ديانا. وبيسمعوا صوت حركة ديانا اللي بتطفلهم النور بتاع الدفاية اللي في البيت، وبكده بيحس مارتن وبيكا انهم في خطر، وبيفضلوا يندهوا على والدتهم اللي بيكون لسه مغمي عليها. وبيوصل روبرت بالنجدة وبيطلب من الشرطية والشرطي انهم ياخدوا معاهم مصابيح عشان يقدروا يواجهوا ديانا، لكنهم بيطلبوا منه انه يسكت وهم عارفين شغلهم كويس. وبيدخل الشرطي وزميلته لداخل البيت، وبتسمع صوتهم بيكا وبتفضل تستغيث بيهم، وبتسمع صوت الشرطي وبيوصلوا لباب البدروم. وفي نفس الوقت بتفوق صوفي وبتقوم عشان تفتح الباب، لكنها بتلاقيه مقفول من بره، فبتحاول تكسر الأكرة. وده في الوقت اللي الشرطة بتقدر توصل فيه لمارتن وبيكا. وبيحس الشرطي بحركة في المطبخ، فبياخد مسدسه والكشاف وبيدخل المطبخ، وبيلاقي ديانا في وشه وبيضرب عليها المار، لكنها بتهجم عليه وبتقتله. وبتسمع صوته الشرطية وبتقرب عليه، وبتشوف جسمه بيتسحب جوه المطبخ، وبتروح وراه الشرطية من غير كشاف، وبتحذرها بيكا إنها تدخل من غيره، لكنها مش بتسمع لها. وبعدها بتحاول بيكا إنها تكسب وقت وتخرج بمارتن لبره البيت، ولكن بيقول لها مارتن إنه مش هيسيب والدته هنا ويمشي. وبعدها بتظهر الشرطية كجثة ووراه منها ديانا، وبتوجه بيكا الكشاف عليها وبتختفي. وبيوصل روبرت وبتطلب منه إنه ياخد مارتن لبره وهي هتدخل لوالدتها. وبتتحرك بيكا وبتطلع السلم، وبتسمع ديانا بتقول لها لو ما بعدتيش عن صوفي هتقتلها. وبعدها بتظهر من وراها وبتمسكها من رقبتها، لكن بتقدر بيكا تحرق ايديها بالكشاف وبتحدفها ديانا لبعيد. وبعدها بتضربها وبترميها من على السلم، وقبل ما تخلص عليها بتظهر صوفي وبتوجه المسدس على ديانا، وبتقول لها إنها نبهت عليها إنها ما تأذيش ولادها تاني. وبتقول لها ديانا إن الرصاص مش بيأثر فيها، وعشان كده بتقول لها صوفي لكن موتي هيقضي عليكي. وبتضرب نفسها بالنار وبتموت ديانا، وبتصرخ من الحزن عليها بيكا. وفي آخر الفيلم بتقرر بيكا ومارتن إنهم يرجعوا يعيشوا تاني في بيت والدهم ووالدتهم، وبكده بيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك وتشترك.